الحمد لله ليا فترة طويلة نسبيا كل الحملات الإعلانية على كل المنصات بتحقق المطلوب منها وزيادة، بس أكيد في حملات كتير خيشت مني، وأنا هنا علشان أقول لك ليه الحملات الإعلانية بتخيش. يعني هديك خبرة سنين في أقل من دقيقة، بركز معايا. في 5 أسباب رئيسية لفشل الحملات الإعلانية. أولهم إن سيادتك ما قدرتش تفهم بوضوح إيه الهدف من الحملات الإعلانية دي. يعني هل أنت هدفك إنك تعرف الناس على منتجك أو خدمتك، ولا تزود المبيعات، ولا تكسب عملاء جداد، ولا إيه بالظبط؟ لأنك في الأول وفي الآخر لو ما حددتش الهدف من الاعلان فهيكون الاعلان عباره عن محرقه لفلوسك حرفيا. تاني حاجه يمكن تكون ما قدرتش تحددها انت وفريق التسويق بتاعك، ايه البلاتفورم المناسب للاعلان، لان كل بلاتفورم ليه مميزاته وعيوبه وليه ناسه، والبلاتفورم ده بيتحدد على اساس استهداف مظبوط. فاهل السناب شات مختلفين عن اهل الفيسبوك، اللي بيكونوا مختلفين عن اهل الانستجرام وغيرها. تالت حاجه انك تعمل محتوى اعلاني مش كويس ومش جذاب، فكل ما كان الاعلان بيخاطب اهتمامات الجمهور بتاعك وبيثير مشاعرهم وبيخلق الرغبه جواهم، كل ما كان الاعلان ده افضل. وفي ده خلي حد متخصص في الكتابه الاعلانيه يعمله لك افضل لو هيبقى صعب انك تعمله بنفسك. رابع سبب وده اللي معظم الناس بيقعوا فيه هو التسعير الغلط. يعني بيسعروا منتجاتهم او خدماتهم على حسب هواهم مش على حسب متطلبات السوق من ناحيه، وبرضه ما بيقدروش يدوا الميزانيه الصح للاعلان اللي يقدر ينافس ويحقق ليهم اهدافهم الاعلانيه. خامس حاجه برضه بشوف معلنين كتير يا اما بيتابعوا من اول ساعه الاعلان، يا اما بيسيبوا الاعلان شهر كامل علشان يقرروا الاعلان ده فاشل او ناجح. فده غلط وده غلط. الخبره بتقول انك تسيب الاعلان شغال على الاقل 2 ل 3 قبل ما تقدر تحلل اداؤه، وما تزيدش ابدا عن اسبوع. لو خدتوا بالكم من النقط دي غالبا هتعملوا حملات اعلانيه ناجحه بشكل كبير، وهتصرفوا اقل وتكسبوا اكتر باذن الله.